ونحن في يوم الجمعة. من خصائص هذه الأمة المحمدية يوم الجمعة هذا بالذات. روى الإمام مسلم في صحيحه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لقد أضل الله عز وجل أهل الكتابين عن يوم الجمعة، فكان السبت لليهود وكان الأحد للنصارى، ثم هدانا الله عز وجل إلى يوم الجمعة فهم لنا تبع يوم القيامة. واضح؟ أضل الله أهل الكتابين عن يوم الجمعة، فكان السبت لليهود وكان الأحد للنصارى وكان الجمعة، ثم بعثنا الله عز وجل وهدانا ليوم الجمعة فهم لنا تبع. فيوم الجمعة يوم مفضل، ولهذا قال ابن كثير رحمه الله تعالى: لا شك أن لكل أمة يوما في الأسبوع تجتمع فيه للعبادة. قال الإمام ابن بطال رحمه الله تعالى: وكل الله لهذه الأمم أن يختاروا اليوم الذي يعبدون الله فيه. قال الإمام النووي: اجتهدوا فأخطأوا، أرادوا أن يحصلوا على أفضل الأيام في الأسبوع، فاليهود أخطأوا وقعوا في السبت، والنصارى أخطأوا وقعوا بالأحد، والمسلمون هداهم الله ليوم الجمعة. روى مسلم في صحيحه قوله صلى الله عليه وسلم: خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة وفيه أخرج منها. وزاد الإمام مالك في الموطأ وأبو داود في السنن: وفيه تيب عليه، مبني لما لم يسمى فاعله لسموه مؤخرا مبني المجهول، يعني تاب الله عليه. تاب يتوب تيب عليه، ولا تقوم الساعة إلا يوم الجمعة. وما من دابة إلا الثقلان إلا وهي تصيخ، راه منتظرة متى ينفخ إسرافيل النفخة لتقوم الساعة وغير ذلك. إذن الشاهد من الكلام أن يوم الجمعة يوم مفضل، واختصت به الأمة المفضلة اللي هي خير الأمم. وفيه أنا والله راني حاير درك، اللي راه مش يصليو راه راقد درك، ولا راه قاعد، ولا راه يحوس، ولا راه يمشي، ما فهمتش بأي عقل يفكر. من نهار جمعة 2 3 10 100 تلقى عمره 40 سنة 50 سنة يا عجبا مازال ما يدخلش الجامع. وعليه احنا بالعاني، احنا نهار كي يكون عقد زواج ندخلوا الناس اللي يحضروا في الفاتحة هذيك، يدخل اخرين يدخل هكذا يشوف هكذا، ما كانش خلاص جام يدخل الجامع في حياته. هذه فرصة للدعوة إلى الله. احنا ندخلوا في البكالوريا التلاميذ هنا اللي ريفيزيو، ولا البنات ولا يصليوا ولا ما يصليوش، ولا دايرة حجاب ولا مش دايرين. الناس اللي عندهم قصر النظر ما يشوفش، يقول لك ما يصليوش كي يدخلوا الجامع. النبي عليه الصلاة والسلام دخلوا المشركين وفد عبد القيس إلى المسجد النبوي باش يدعوهم إلى الإسلام. وقصة ضماد الأزدي لما أدخلوا النبي عليه السلام ودعوا الإسلام وأسلم، هؤلاء ليسوا شر من هؤلاء، هذول على الأقل مسلمون. واضح؟ فصاحب الذنب لابد أن يؤخذ بالتي هي أحسن ويدعى إلى الله. الشاهد من الكلام وانا نتكلم على يوم الجمعة، كاين ناس يوم الجمعة ما تمثل له ولا شيء، ممكن تمثل له كونجي، يوم راحة أو يوم تحواس، ولا يوم صيد في البحر، ولا يوم نوم يرقد باستمرار يفوت بصوت الجمعة هذه كاملة، عنده 6 أيام في الأسبوع. والله العظيم هذا حرمان عظيم.